السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده إن شاء الله هنشوف مع بعض كيف نفتح حساب بنكك أونلاين بدون زيارة الفرع. اللي هو من التطبيق بتضغط على فتح حساب، بعدين فتح حساب جديد بيحولك للرابط. تقدر تختار اللي هو اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية حسب اللغة اللي أنت عاوزها وتعمل نكست. بعدها هنا بيكون في رمز مرئي بتقوم بكتابة الرمز المرئي بشكل صحيح مع مراعاة اللي هو الحروف الكبيرة والصغيرة. وهنا موجود اللي هو رقم الجوال بدون البادئة، بتقوم بتكتب برقم الجوال. وهنا بريد إلكتروني، ولازم يكون البريد الإلكتروني نشط لأنه نحن بنستقبل عليه شنو كلمة المرور و رقم الحساب البنكي. وهنا في عدة أسئلة اللي هو تقدر تخوض كلها لا، تضغط على التالي اتصلك رمز OTP على البريد الإلكتروني زي ما شايفين انه قال لك تم ارسال الرمز OTP. بنقوم نتجه للبريد، تقوم بتحديث الشاشة على اساس انه شنو يستلم الرسائل الجديدة. عندك اكتر نقطتين اللي هي بتواجهك فيهم مشاكل، اللي هو مرحلة الصورة للجواز، لازم يكون ملف JPG واضح اسكانر. وأيضا اللي هو مرحلة تصوير الوجه برضو لازم يكون كاميرا الجوال واضح. نقوم بإدخال الرمز الواصل للبريد وتضغط على التالي. بنمشي لمرحلة الجواز، تضغط على كلمة اختر الملف، وهنا عندك صورة للجواز بتختاره وتضغط على تم فوق، بيقوم بتحميل الملف. بعد ما تحمل الملف اللي هو بتضغط على التالي بيقول لك جاري تحميل مستندات مقدم الطلب. هنا مرحلة الوجه، إذا أنت كنت يعني داخل من لابتوب يقبل معاك عادي، لكن من كمبيوتر إذا ما في تصوير وجه فما هيقبل معاك. وبديك عدة توجيهات اللي هو بيقول لك مثلا اتجه نحو اليمين واتجه نحو اليسار وأغمض عينيك وكلام من النوع ده، ويتحقق من الوجه. وبعدها شنو بينتقل للمرحلة اللي بعدها، بيقول لك الرجال الانتظار جاري تحميل الفيديو، جاري التأكد من وجود أي حالة احتيال في الفيديو، جاري التحقق من دقة الحركات الموضحة بالفيديو. بيقول لك ثواني من فضلك. بعدها إذا كانت الأمور تمام بينتقل لمرحلة شنو الاستمارة زي ما شايفين. هنا بيقول لك اختيار نوع الحساب توفير ولا ادخاري، بعدين بيطلع معاك بيانات الجواز كامل وبيانات الاسم لمقدم الطلب. وهنا بيقول لك اختر البلد، دي طبعا اللي هي بيانات الاستمارة. في أيقونة البحث تقوم ببحث الدولة، إذا ما طلع معاك مثلا تقوم تحذف حرف هيظهر معاك اللي هو شنو الدولة، وتقوم باختياره. تختار الحالة الاجتماعية، وأيضا تختار تفاصيل بلد الإقامة مثلا، والحالة المستوى التعليمي، والحالة الوظيفية، ومصدر الدخل الأساسي، وأيضا هنا مصدر الدخل الإضافي إن وجد، وهنا الدخل الشهري كمبلغ مثلا نقول 2000 ريال كمثال. وهنا الدخل الشهري الإضافي إن وجد، أدخل اسم صاحب العمل، تقوم بكتابة الاسم. وهنا آخر مرحلة اللي هو شنو مرحلة التوقيع، تقوم بتوقيع على ورقة خارجية وتقوم بتصويره وتضغط على اختر الملف من هنا وتقوم باختيار التوقيع، تضغط على تم من فوق. وآخر مرحلة اللي هي شنو بعد التحميل بيقول لك إرسال الاستمارة.
تقوم بإرسال الاستمارة. بعد التحقق يقول لك شنو جاري استلام الاستمارة. بعد ما يتحقق من الاستمارة اللي هو شنو بيقول لك تهانينا تم فتح حساب رقم كذا. لو كنت تشاهد الفيديو لأول مرة ما تنسى تضغط متابعة عشان يصلك كل جديد إن شاء الله. زي ما شايفين بيقول لك تهانينا تم استلام الطلب بنجاح وتم فتح حساب رقم كذا كذا والرقم المرجعي كذا. أيضا بتجيك اللي هو في البريد الإلكتروني. إذا كنت عندك أي أسئلة أو استفسارات تقدر تكتبها لنا إن شاء الله ونقدر نرد لك بالقدر الممكن. لهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسونا من صالح الدعوات وما تنسونا من الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.